السلام عليكم. صحة فطوركم وصحة سحوركم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. رمضان كريم. واحد الحاجة درتها لكم في بلاصة البوراكة والبيتزا باش نبدلو، راقية بنينة بزاف، تحضر في وقفة. ان شاء الله دوك تشوفوا طريقة التحضير والمقادير مع اختكم الوردة البيضاء وتعجبكم، وما تبخلوش عليا بالجام مع تعليق جميل وتفعيل الجرس باش يلحقكم كل جديدي. بسم الله وصلوا على الحبيب المصطفى. انا في مقلاة دوك ندير هادو المقادير. عندي بصلة مربية او مسكرفشة، شي حبات نتاع الجزر مربيين ايضا، حبة طماطم، قايم من معدنوس مقطع. عندي هنا حوالي 200 غرام تاع اللحم المفروم، تقدروا تحطوا دجاج المفروم، و4 مغارف تاع الزيت، تقدروا تنقصوا الزيت خاطر دوك ندير من بعد الزبده او المارغرين. ديتهم للنار، بديت نقلي فيهم، ما حطيتش ولا قطره ماء. كي قليتهم بعد 10 دقائق زيت توابل الشاورما، عفوا الملح والفلفل، بابريكا، الزنجبيل. ما حطيتش توابل الشاورما خاطر هي هنا عندي اللحم المفروم. الا درتو بولياشي ديروا توابل الشاورما. نضغط هكذا باش اللحم هذيك طيب لنا مليح، ما طيبناش هذا الحشو يعني كتل. هنا جبت قالب تاع الزجاج، القالب اي قالب عندكم في الكوشه، راني ندهن فيه هنا بالزبده باش ما يلصقوليش، ما تلصقليش هذه اوراق الفيلو. حنستعمل اوراق الفيلو اللي نستعملوها في الحلويات. هنا قطعت على حساب القالب ديالي، وتولهو كي تسربيو اوراق الفيلو يقدروا يبسوا لكم. هنا فسدت لي الورقه الاولى، عاودت درت جوج ورقات معليش مقطعين خاطر ما يبانوش هذه الطبقه الاولى، وراح ندهن بالبانسو من الفوق بالزبده. الزبده اكيد ذوبتها وكانت ماشي سخونه باش ما تقطعوليش اوراق الفيلو. فقط ملاحظه، اوراق الفيلو راهم يتعبوكم شويه خاطر رقاق بزاف. انتوما حاولوا تعرفوا كيفاش تقطعوا، كيفاش تحطوهم بحذر. هنا زيت الطبقه الثانيه والطبقه الثالثه والطبقه الرابعه على مقاس القالب تاعي. هذا تقدروا تسميوه بوراك في الكوشه، كما يسميوه اخواتنا في المصريين قلاش مالح. ان شاء الله اللي معي في القناه يصحوا لي الا ما غلطش، اخواتي اللي من المشرق العربي خاصه من مصر. من بعد درت الحشو، انا ما خليتوش يبرد، نتوما من المستحسن خليوه يبرد نوعا ما. زيت الجبن، كان عندي جبن بيدون باش يعطينا طبقه مليحه بزاف. زيت 4 ورقات من اوراق الفيلو، ونفس الطريقه كما درت في الاول، دهنت ما بيناتهم بالزبده. انا راني نضغط بشويه كما قلت لكم، فقط تولهو باش ما تقطع لكمش، يعني ما تضغطوش بزاف خاطر اوراق الفيلو راهي رهيفه بزاف. من بعد هادوك اللي قعدوا لي عاودوا حطوهم في الكيس تاعهم وخبيهم للاستعمال الثاني. غلقوهم مليح باش ما يدخلهمش الهواء وما يفسدوش. انا جبت السكين وراني قطع في مربعات. وفي الاخير زينت بحبه حلاوه، فقط تقدروا تحطوا اي تزيين تحبوه. بعد ما طيبته كي حمر لي من الفوق ومن تحت، نحيته في الكوشه. واحد القلاش او واحد المقبله او بوراك الكوشه تحفه كما راكم تشوفوا. فقط ما تكتروش الزبده بين طبقات باش ما يجيكمش مزيت بزاف. تقدروا تجربوه في بلاصه
على البوراك باش نبدلو البيتزا والكوكا. ان شاء الله تعجبكم وصفتي نهار اليوم. ما تبخلوش عليا بالجنب تعليق جميل، ومرحبا بكل من دخل قناتي. صحة فطوركم وصحة سحوركم.